الناس اللي تسالت لهم البطاقه ديال التعريف الوطنيه وكيبغيو يجدوها، شنو هي الوثائق المطلوبه؟ كذلك الناس اللي يعني تسالت لهم البطاقه ديال التعريف الوطنيه ودازت عليها واحد المده طويله وباقي ما جدوهاش، واش عليهم شي عقوبات ولا لا؟ المهم اخوتي اليوم باذن الله عز وجل غادي نعطيكم بالتفصيل شنو خصكم تعملوا باش تجدوا بطاقه التعريف الوطنيه، وغادي نشرح لكم هادشي هذا من الالف الى الياء وبالخشيبات وبالدارجه حتى تستلم بطاقه جديده ديالك باذن الله عز وجل. وشنو هي الوثائق المطلوبه؟ المهم اخوتي ما غاديش نطول عليكم، كما العاده وكما القاعده بغيت الماكسيموم ديال البارطاج باش تعم الفائده، والدال على الخير كفاعله كما قال عليه افضل الصلاه والسلام. بارطاج الفيديو، كمل معايا الفيديو حتى النهايه. العقول الراقيه مثل سفينه النجاه، من ركبها نجا. العقول الراقيه تنفعك في الدنيا والآخرة، فضلا وليس أمرا. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس كي يصلك كل جديد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. خوتي السلام عليكم، تبارك الله عليكم، تحية طيبة للجميع، وكنتمنى من الله عز وجل هذا الفيديو هذا يلقاكم وانتم في أفضل الأحوال. المهم أخوتي ندخلوا معكم مباشرة في الموضوع ديالنا. بزاف ديال الناس تسالت لهم البطاقه ديال لاكارت وكيبغيو يجدوها وباغيين يعرفوا الوثائق المطلوبه، وهذا الفيديو هذا عملته بطلب من المتابعين، قال لك بغينا تعطينا الوثائق كيفاش نجدوا البطاقه، فلذلك انا باذن الله عز وجل غادي نشرحكم بالخشيبات وبالتفصيل كيفاش تمشي حتى تجدد بطاقه التعريف ديالك، وباذن الله عز وجل حتى تستلم البطاقه ديالك. المهم اخوتي اول حاجه غادي تبدا بها، اسمعني مزيان الله يجازيك بالخير. اول حاجه غادي تبدا بها هي انك غادي تمشي، اذا كنت يعني صاحب البيت هنا هو مول الدار او الزوجه ديال مول الدار، غادي تمشي للمقاطعه ديالك، غادي تقول لهم بغيت شهاده السكنه، غادي يعطيوها لك، ومن بعد غادي تمشي للدائره اللي محسوب عليها وغادي تعطيهم ديك الشهاده ديال السكنه باش يعطيوك شهاده بوليس. اما اذا كنتي مثلا واحد كاري في واحد المنزل، فخصك ضروري يمشي معاك صاحب يعني البيت، مول الدار خصو يمشي معاك للمقاطعه، اولا مثلا كنتي الزوجه ديال الابن ولا ابن ديال مول الدار، ضروري خصو يكون مول الدار حاضر معاك، وكيتمشيو للمقاطعه وكيعمل لك واحد الالتزام باش كيعطيوك الشهاده السكنه. وقبل ما تمشي للدائره باش تجيب شهاده البوليس خصهم يكونوا معاك 4 ديال الصور فوتوغرافيه، ما تكونش كتجاوز المده ديالها 6 شهور، يعني ما تفوتش 6 شهور على ديك الصور اللي تصورتيها، 4 ديال الصور فوتوغرافيه، باش ملي كتمشي للدائره اللي محسوب عليها نتينا كتعطيهم ديك الشهاده السكنه والصور، يعني كنظن كيحتاجوا في الدائره 2 ديال الصور و2 كتمشي تعدل بهم البصمات. المهم اخوتي يعني اللي غادي تحتاج هما 4 ديال الصور فوتوغرافيه وديك الشهاده ديال السكنه، وكتمشي للدائره وكيعطيوك واحد الشهاده بوليس. ملي كتستلم الشهاده ديال البوليس هنا كتجي واحد المرحله اخرى، هي انك خصك تمشي تعدل يعني الرانديفو ديال البصمات. في غادي تعدل هذا الرانديفو، هذا الرانديفو كتمشي عند اي مول سيبير اولا كاتب عمومي، كتمشي لعندو كتقول له بغيت نعمل الرانديفو ديال البصمات، وهو كيدخل للموقع ديالهم وكيعدل لك يعني هذا الرانديفو، وهذا الرانديفو كيشوف يعني الاوقات اللي كاينه وكيعطيك انت تختار فوقاش بغيتيه، واش اليوم واش غدا واش كذا. من بعد ما عملتي الرانديفو ديال البصمات خاصك تمشي في داك النهار اللي عندك فيه الرانديفو وبالتوقيت بالضبط، يعني الساعه اللي عملتي فيها خاصك تكون تما حاضر، وكتدي معاك يعني 2 صور كطيهم للمقاطعه باش كتعدل شهاده البوليس، و2 الصور كتمشي باش يعني تعدل البصمات، وكدي معاك 75 درهم ديال البصمات، هذه ضروريه. يعني قلنا الوثائق كتحتاج الشهاده ديال السكنه، والشهاده السكنه ضروري باش كيعطيوها لك كتدي معاك يعني الورقه ديال الضوء باش كيعطيوها لك، وكما قلنا اذا كنتي مول الدار كيعطيو لك يعني مباشره كيعطيوها لك، ولكن اذا كنتي كاري او لا شي واحد من الابناء ديال مول الدار ضروري كخصك حتى يكون معاك حاضر مول الدار كيعمل لك واحد الالتزام عاد كيعطيوك شهاده السكنه. المهم اخوتي قلنا كتحتاج شهاده السكنه باش كتمشي بيها للمقاطعه تجيب الشهاده ديال البوليس، ملي كتعدل شهاده البوليس كدي معاك 2 ديال الصور و75 درهم، وكتهود المكان اللي كيعدلوا فيه البصمات، وخصك تكون في الوقت المحدد باش يعني تعدل البصمات ديالك. من بعد ما كتعدل البصمات كيعطيوك واحد التوصيل
كخصك تمشي لمكان اللي كيكون فيه يعني بطاقة كوميسارية، كتشوف كوميسارية اللي محسوب عليها نتينا وكتمشي تبقاش، كدوز واحد الأسبوع كتمشي لعندهم كتسقسي واش يعني هاد البطاقة هادي وجدت ولا لا، كتعطيهم التوصيل كيشوفوا إذا كانت واجدة صافي كيعطيوك البطاقة ديالك، ولكن كتعطيهم البطاقة القديمة، لابد ديك البطاقة القديمة كتعطيها لهم وكيعطيوك الجديدة. المهم اخوتي هادشي اللي كاينه، يعني هذه الطريقة المبسطة باش كلشي يفهم كيفاش يجدد لاكارت ديالو بدون أي صعوبات بلا ما يتلف ما حتى شي حاجة. أنا تكلمت معكم بالدارجة، أما هي سهلة، نعطيكم يعني الوثائق في دقيقة ولا 30 ثانية، نقول لكم ها الوثائق وكيفاش تجمعوها وصافي هادشي اللي كاين. المهم اخوتي في النهاية ديال الفيديو جزاكم الله خيرا على حسن الإصغاء المتابعة، تلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله. السلام عليكم.